نتابع اعترافات طفل من الأطفال المتسولين. خلينا نشوف، دردشنا معه وطلعنا بالحصيلة التالية. دققوا فيها، ترى فيها أمور مهمة جدا. كم لك تشتغل في التسول؟ والله قد لي سنة وشهرين. أنت جاي مع عائلتك ولا لوحدك؟ لا، جاي مع جدتي وأمي. هذا وين المواقع اللي دائما تروح تجلس فيها؟ أروح النسيم، أروح الدخل، أروح لليا، أروح الوزارات. أحيانا يكونوا مشددين أروح الوزارات. من يوديك ويجيبك؟ ها؟ والله أخذ رامزين بس، ونبوك أنا وجدتي. كم دخلك تقريبا في اليوم؟ والله 200 300 400 كذا. المجموعات هذول كيف يتم توزيعهم؟ بس هو ما يطلع، يقعد في البيت ويستلم الفلوس ويرسلها لنا اليمن. أنت إيش فائدتك من الموضوع هذا؟ ولا فائدتي ولا شيء. فائدة إنهم يعطون بس أبوي شوي نص كذا. نص؟ إيه. والباقي لك؟ والباقي لهم ولجدتي بس، ونتوزعها والحمد لله. سوينا دكان في اليمن. طيب بالنسبة أنت تقول في ناس مجموعات وفي ناس لوحدهم. المجموعات كيف يتصرفون؟ يتصرفون، ياخذ له باكستاني ويروح يعطيه 110 210 أو كذا. كيف إذا ها؟ فهمني أكثر كيف؟ ممكن يجي الرمزين يعني يركب. يتعامل مع صاحب ليموزين باكستاني مثلا، يركب قدام. إذا حتى هو ما يركب قدام، يعطيه من الشحاذين هذول المشايبة، يركب قدام عشان يقول لك إذا شاف الباص يقول هذا المدير اللي قدام اللي يشحذ بس. والسواقين هذول حق الباكستانيين يعطيه 210، إذا عشاه يعطيه 200، وإن ما عشاه يعطيه له 210. وش فائدة الباكستاني؟ بس شغلته يجي ياخذ ويودي. ياخذ ويودي، هو يوديهم بس هذول اللي بس. يصير خلاص انه هو يعرف مكانه، يجي ياخذه من المكان الفلاني ويكلم روح يمين روح يسار. الباكستاني ما يعرف، بس كلم روح يمين روح. الباكستاني في الاخير ياخذ كم؟ ياخذ في الساعة 10:30 وقت يحملون هذول الشحاذين، ياخذون شو اسمه في ياخذون حق الفلوس، حق المشوار وحق الغداء. ايوه، وحق الغداء. وماشيين كذا على طول. وماشيين كذا. ويروح يوزعهم في مواقع متفقين عليه. ويروح يوزعهم في مواقع مو متفقين، يقول له انت يا فلان هنا وانت يا فلان هنا وانت يا فلان هنا. هذا من هو اللي يقول؟ ها؟ من هو؟ اللي يجيبوها حقين الاصابع، بس انا ما اعرفهم الصدق والله. بعدين لا يروحون يكلمون ابوه وانت نبغى الولد ونعطيك كذا نص وكذا عشان انه يمشيه من اليمن. ويجيبونه ويبدأون يوزعونه على الاشارات. ويبدأون يوزعونه، ما يوزعون على الشوارع بس. طيب كيف يجمعون الفلوس هذه؟ كم ياخذون الولد؟ الفلوس ولا ياخذوا، إذا حصل ممكن الأطفال هذول ممكن إذا حصل 100 بالنص على 50 يتقاسمون، ونحصل زيادة على النص بس. طيب ويضمن سكنهم وأكلهم وشربهم؟ سكنهم وكل شيء. أنت كم مرة مسكت وكم مرة ترحلت وكم مرة رجعت؟ والله تقريبا كذا 5 مرات. وأروح وأرجع، والحين خلاص إن شاء الله إني ما عاد أرجع. والله كيف ترجع بصراحة؟ إذا أنا أبي أرجع تهريب الصدق. من وين؟ بس من الحدود. من أي مكان؟ فيه من الخوبة، وفيه من شو اسمه أبو أريش، وفيه من. طيب ومن يوصلك؟ من يجيبك للرياض؟ معربين، أهم شيء عندك يكون فلوس بس. كم تعطي؟ والله 2005 ياخذ على الواحد. وكم أنت فين تجيب ال 2005 وأنت جاي ما عندك شيء؟ نطلع هنا بعدين نخلصه، نشحذه نخلصه ونعطيه. يعني يضمن حقه، تقول له أنا بعطيك تسدده، وتسدده في خلال كم؟ أسدده كذا، ما كل واحد ورزقه، كم حصل أعطاه. يعني تقريبا يعني بعد كم يوم؟ بعد كذا ممكن تجي بعد 5 أيام 10 أيام كذا. في اليوم يقع 200 300 400. تجي أنت من اليمن دايركت، عندك مكان معروف تسكن فيه؟ أيوه عندي. ما في خوف؟ ما أخاف إلا من الله، واللي ما يخاف الله بس.